انتهت مواجهة القمة بين مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال وضيفه على وقع التعادل الإيجابي المثير هدفين مقابل هدفين الأحد في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. خرجت المباراة قوية ومتقلبة في نتيجتها وأحداثها إلى حد كبير، وافتتح الظاهرة إيرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي من انفراد صريح بدافيد رايا حارس أرسنال في الدقيقة التاسعة، وسريعا تعادل أرسنال من تصويبة صاروخية ومتقنة أطلقها ريكاردو كالافيوري في الدقيقة الثانية والعشرين. وفي الدقيقة السادسة والأربعين وضع المدافع جابرييل فريقه أرسنال في المقدمة بضربة رأس متقنة إثر ارتقائه لركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا. ولم يهنأ أرسنال بالتقدم إذ تعرض جناحه لياندرو تروسار للطرد إثر تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة والخمسين من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني شدد مانشستر سيتي من ضغطه ومن هجماته المتنوعة ومن تصويباته بعيدة المدى، إلا أن تألق رايا حال دون استقباله لهدف التعادل. وفي الدقيقة الثامنة والتسعين ومن آخر هجمة لمانشستر سيتي تمكن المدافع البديل جون ستونز من اقتناص التعادل المتأخر لأصحاب الأرض، وفقد مانشستر سيتي أول نقطتين له هذا الموسم ليبقى في الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما تراجع أرسنال للمركز الرابع برصيد 11 نقطة بعد أن تعادل للمرة الثانية في الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات.